يا مساء الفل. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطه الكولسلو بتاع كنتاكي. كلنا بنحب نروح ناكل في كنتاكي عشان السلطه ديت، وكمان بنحب ناكل في المطاعم علشان السلطه دي بيبقى طعمها حلو جدا جنب السندوتشات. تعالوا نسمي الله واقول لك سلطه الكولسلو هتعمليها بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه بنجيب الكرنب، بس هنجيب كرنبايه صغيره اللي هو الكرنب الصغير بتاع السلطه، وببدا ان انا اقسمها اتنين واشيل راس الكرنبايه واشيل العروق بتاعه الكرنبه، واي ورقه سميكه كده اشيلها واركنها على جنب. بمسك نص الكرنبايه وبقطعها شرايح رفيعه بالسكينه، ممكن كمان تبشريها بالمبشره. انا بحب التقطيعه بتاعه الكرنب تكون صغيره، فباخد حبه حبه كده احطها في الكبه واديها ضربتين، بس ما تضربيش جامد علشان الكرنب ما ينزلش الميه بتاعته. كده تمام. دي التقطيعه اللي انا بحبها، تقطيعه صغيره زي بتاع كنتاكي كده بالظبط. كده بعد ما قطعت الكرنب معايا جزرتين ومعايا بصلايه صغيره، ولو انت هتستخدمي نص الكرنبايه يبقى جزرايه واحده وربع بصلايه. بجيب المبشره الناحيه الناعمه وببشرهم ناعم خالص. بعد ما بشرتهم قلبتهم مع بعض، وهو الجزر بيبقى قليل كده مع الكرنب. قلبتهم كويس مع بعض وركنتهم على جنب كده، بقوا جاهزين معانا. تعالوا نعمل الصوص اللي هنحطه على السلطه. معايا كوبايه مليانه من المايونيز عشان انا عملت الكرنبايه كلها، لكن لو هتعملي نصها يبقى نص كوبايه. معايا كوبايه من الزبادي، معايا 5 معالق كبار مليانين من العسل. العسل بيظبط القوام بتاع السلطه، لكن لو مش موجود عسل هتستخدمي السكر 10 معالق. هي السلطه دي حلاوتها اصلا اللي هي مسكره. وبعدين معايا معلقتين كبار من الخل، قلبتهم كويس جدا مع بعض. وكده الصوص بقى جاهز معانا. باخد الصوص واحطه على الكرنب والجزر وبقلبهم كويس جدا مع بعض. اهم حاجة بقى عشان الطعم يطلع زي الطعم اللي بناكله في كنتاكي او في المطاعم، اللي انت تبيتي السلطة ديت في التلاجة على الاقل 12 ساعة. يعني لو عملتيها بالليل هتاكليها تاني يوم على الغدا، عشان الطعم اللاذع بتاع الكرنب يكون اخد كده من طعم السكر، وحلاوة السكر كده يبان في السلطة زي اللي بناكلها بره كده بالظبط. وكده السلطة خلصت معانا. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.